حكاية سيبستيان هيلر العائد من الموت أفريقيا غلب السرطان وقاد بلاد كوت ديفوار بمنصة التتويج ببطولة القارة السمراء. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. خطف الأضواء اللاعب سيبستيان هيلر الرجل الذي عاد من المرض، فأصبح بطل كأس أفريقيا كوت ديفوار 2024 مع منتخب بلاده، وسجل هدف الفوز بالمباراة النهائية على حساب منتخب نيجيريا بطريقة رائعة جعلت الكل يتحدث عنه. سيبستيان اللاعب الذي سجل هدفين فقط في بطولة كأس أفريقيا، وأصبح هو أحد أفضل أهداف البطولة، وساهم في صعود كوت ديفوار وتتويجها باللقب الثالث. حارب هيلر السرطان ليصبح بطل أفريقيا. كان سيبستيان هيلر مصابا ولم يشارك طول مباريات دور المجموعات، بل وبدأ مشاركته من دور ال16 أمام منتخب السنغال وأمام منتخب مالي كبديل، ثم لعب أساسي في مباراة الكونغو الديمقراطية، وسجل هدفه الأول في بطولة كأس أفريقيا أمام الكونغو في نصف النهائي. وانتهت المباراة بفوز كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية بتوقيع المهاجم سيبستيان هيلر ليتأهل كوت ديفوار للنهائي لملاقاة نيجيريا. لم يكتفي سيبستيان هيلر بهذا الهدف، وسجل هدف التتويج ببطولة أفريقيا، حيث كانت المباراة حتى الدقيقة 80 تشير إلى التعادل الإيجابي لهدف لكل منهما، إلا وجاء سيبستيان هيلر وسجل هدف الفوز في الدقيقة 81 بعد ما خطف كرة عرضية وسجلها بطريقة رائعة على طريقة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. سرطان معاناة هيلر كانت سر النجاح. قصة سيبستيان هيلر ملهمة بشكل كبير. في فبراير 2022 تم تشخيص مهاجم بروسيا دورتموند بمرض السرطان، ولكنه تغلب عليه وتعافى، حيث خضع هيلر لعمليتين جراحتين وعلاج كيماوي ليحصل على الضوء الأخضر للعودة للملاعب في 2 يناير 2023 ويلعب أفريقيا في فبراير 2024، يعني بعد 19 شهر من تشخيص إصابته بالسرطان، ويسجل هدف الفوز وتفوز كوت ديفوار بلقب كأس أفريقيا. قصة ملهمة ومثيرة لم ينساها سيبستيان هيلر بكل تأكيد. فإن تعود من المرض وتقود منتخب بلادك وتحرز هدف الانتصار للقب كأس أفريقيا على أرضك ووسط جمهورك فلها من قصة رائعة، علاوة على أنه حقق حلم المدرب السابق جان لويس جاسيكي الذي خرج قبل مباراة نيجيريا وصرح وقال أنه يتمنى رؤية هيلر يسجل هدف في المباراة النهائية، وهو ما تحقق، بل وسجل اللاعب هدف الفوز باللقب. يا له من يوم لن ينساه الأوفواريين. يذكر أن هيلر المولود في ريس أورناغي في العاصمة الفرنسية باريس كان من الممكن أن يمثل بلد آخر غير كوت ديفوار في مسيرته الدولية. لعب هيلر لمنتخب فرنسا للشباب من 16 إلى 21، ولكنه لم يمثل المنتخب الأول للديوك مطلقا، ولكن منتخب كوت ديفوار استدعاه لأول مرة في نوفمبر 2020 ليبدأ رحلة المجد. وخاض هيلر 26 مباراة دولية حتى الآن مع كوت ديفوار، سجل فيهم 10 أهداف وتوج بكأس أفريقيا. تعاقد نادي بروسيا دورتموند مع هيلر مقابل 31 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن سجل المهاجم 34 هدف في الموسم الماضي مع نادي أياكس أمستردام بطل هولندا. سبق لهيلر إنجاز تاريخي قبل 3 سنوات في بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي أياكس أمستردام السابق في موسم 2021-2022. هيلر أول لاعب يسجل في أول 6 مباريات له في دوري الأبطال، وأصبح أسرع لاعب يصل ل10 أهداف في دوري أبطال أوروبا من 6 مباريات. هيلر واحد من لاعبين 2 سجل 4 أهداف في أول مباراة ليه ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي فاز فيها أياكس 5-1 على سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وهنا تنتهي قصة اللاعب سيبستيان هيلر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.